لو قاعد بتشتغل على قناتك ومهما تعمل القناة مش بتكبر، يبقى انت اكيد بتعمل حاجة من الثلاث غلطات اللي هقولك عليهم في الفيديو ده. اول غلط ممكن تكون انك بتعمله وهو انك مش محدد نيتش معين للقناة. طيب ازاي؟ يعني مثلا مرة بتنشر في الطبخ، مرة بتنشر جيمنج، محتوى عشوائي ومش محدد محتوى معين تقدمه في القناة. وده طبعا بيأثر على الخوارزميات وبيخلي خوارزميات اليوتيوب ما تفهمش انت بتقدم محتوى ايه علشان تقدر ترشح لك المحتوى بتاعك للجمهور الصح. فحل المشكلة دي هي انك تحدد المحتوى والمجال اللي انت تتكلم فيه، وما تبقاش عشوائي وتنوع في المحتوى. وتاني سبب وهو انك مش بتهتم بأول 30 ثانية. لازم في اول 30 ثانية حرفيا تقول حاجة تشد المشاهد علشان يكمل معاك الفيديو للنهاية او لأطول فترة ممكنة، لان اول 30 ثانية هي اللي بتخلي المشاهد يحدد اذا كان هيتفرج على الفيديو ولا لا. وكل ما خليت المشاهد يقعد فترة أطول في الفيديو، كل ما اليوتيوب هيقترح الفيديو ده أكتر، لأن المشاهدين قعدوا فيه نسبة أكبر، فمعناها إن الفيديو ده كويس وبيقدم قيمة للمشاهد، فاليوتيوب هيبدأ يرشحه للناس أكتر والمشاهدات هتزيد. وتالت خطأ وهو إنك مش مهتم بالعنوان والصورة المصغرة. العنوان لازم تهتم بيه، بإنك تخلي العنوان فيه كلمات مفتاحية وبيراعي السيو، ويكون فيه عنصر الكليك بيت، يعني يكون العنوان قابل للنقر، في حاجة تخلي الناس يبقوا عايزين يدوسوا على الفيديو كده ويشوفوا الفيديو ده بيتكلم عن ايه. والصورة المصغرة لازم تكون صورة مصغرة جذابة ومش كذابة، يعني الصورة المصغرة تشد المشاهد كده عشان يشوف الفيديو. طيب ممكن تشده ازاي؟ بانك تخلي الصورة مصغرة بسيطة وفيها عنصر بشري، والشخص اللي في الصورة المصغرة يكون عامل رياكشن. والكلمات اللي في الصورة المصغرة ما تزيدش عن 3 أو 4 كلمات بالكتير، يعني ما تقعدش تكتب لي مقال في الصورة المصغرة. وحاول تخلي النص اللي تضيفه يكون النص ظاهر وواضح للمشاهدين. بس كده، لو انت تجنبت الثلاث أخطاء دي أكد لك إنك هتشوف فرق كبير في القناة بتاعتك. ما تنساش تعمل لايك واشترك في القناة علشان يوصلك إشعار بالفيديوهات الجديدة.